التكنولوجي برضو بتدخل ويفز، فالبروبتك لا لسه ما وصلش اصلا. بس دخل لكم حبه حاجات يعني الحاجات اللي هي شيرنج الحاجه، يعني انت بتشتري مع اصحابك 4 حاجات، الفراكشن اونر شيب والرنتنج والليستنج. شركه زي ناوي عامله حاجه كويسه في بعض الحاجات، لكنها على استحياء على حجم ماركت بحجمنا. نرجع تاني للكلاشيه بتاع احنا 110 مليون بناكل ونشرب ونستهلك ففي الاخر احنا تلت الوطن العربي. فنستحق كل حاجة تبقى بتبتدي من عندنا وسوقنا يبلعها بمراحل. لك أن تتخيل لو خدنا مثال زي العاصمة الإدارية الجديدة كده يا نجيب. العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن بقالنا 7 سنين شغالة وفيها 400 ديفلوبر، وقصاد 400 8000 ولا 10000 بروكر، وكل شركة فيها مش أقل من 100 موظف. اضرب ده في بعضه يطلع ملايين فرص العمل. وشركات المقاولات اللي اشتغلت بقى في 400 مشروع ولا 500 مشروع دولت، كل شركة فيها مش أقل من 200-300 عامل. والحديد اللي استهلك في البناء والمش عارف، والعربيات اللي استخدمت مش عارف، كل ده في المرحلة الأولى اللي هي 40,000 فدان من 220,000 فدان، يعني 18% من مساحة العاصمة الإدارية. وبرضو خلينا نقول إن العاصمة الإدارية هي أكبر مشروع قومي في تاريخ مصر الحديث. في الآخر 220,000 فدان يعني أكبر من قد سنغافورة وأكبر من واشنطن، وتقريبا يعني ايه، انت بتتكلم في دول. فانت في الاخر حولت تراب الى ذهب.